السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير متابعين أينما كنتم. شرحنا لهذا اليوم عن بوتامستر وكيفية الدخول إلى بوتامستر وما هي الألعاب الموجودة في هذا البوت وكيف نلعب هذه الألعاب ونجمع العملات من هذا البوت. سوف نقوم بشرح مفصل عن هذا البوت. أحبابي أعزائي، لا تنسونا من دعمكم باشتراك ولايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أول شيء نفتح البوت. بعد ما يفتح البوت تظهر معنا هذه الواجهة التي هي فيها صور ألعاب. طبعا يا أحباب إحنا مش نلعبش هذه الألعاب كامل، ولكن معنا هي لعبتين، لعبة اللي هي هذه لعبة القتال، واللعبة الثانية التي هي هذه الأولى، واللعبة الأهم اللي هي هامستر جامندير هاريس. ندوس على هذه اللعبة اللي هي الأهم. عندما يظهر معنا مسجل هامستر كومبات يعني هذه هي اللعبة الأهم في البوت. تظهر معنا هذه الواجهة المسجلة بالإنجليزي، نقول له كلوز يعني أغلق لي هذه الواجهة مشتيها عشان. بعد ما تظهر معنا هذه الواجهة تظهر معنا الواجهة الثانية كذلك نقول له كلوز، ثم تظهر معنا الواجهة الثالث نقول له ويك اب يعني ادخل معنا إلى هذا البوت. نحن بما أن احنا قد لعبنا بهذا البوت تظهر معنا هذه الواجهة نقول له اكليم اول يعني احصد لي الأرباح التي أنا كنت مغلق في، وهو احصد لي الأرباح الذي في لما كنت مغلق وهو جمع لي خلاص هو بيحمل الآن لقائمة الأرباح. ثم ندوس على التيكي يعني أخذ الأرباح إلى الصندوق. خلاص الآن بتظهر معنا هذه الواجهة، إما النقد معنا شغلتين، إما النقد أو التجميع عن طريق العائد. طبعا يا أحباب ضروري تملى هذه الثلاث الخطوط علشان إيش يحسب لك أرباح جديدة. خلاص أول ما تملى هذه الخطوط تطلع معنا المربع هذا الصغير الذي فيه العملات، مسجل عملات مسجل فوق واحد، تضغط فوقه ثم كليم اول ثم تيك يعني أخذ. الآن يا شباب عرفنا المهمة الأولى هي التجميع. في معانا خانات تحت. ننتقل إلى الأوفيس هذا يا شباب ما معنا أن احنا ايش نشتري من هذولا الهمسترات ونرقيهم، وأما أو الكروت الذي فيها العائد. هنا الكروت، الخانة الثانية كروت، كذا ترقي الكروت. كل ما رقيت كروت كل ما اشتريت كروت كل ما كان معك العائد أكبر. العائد ايش هو ذا؟ العائد هذا بالساعة يحسب لك، يعني عندما تكون مغلق النت تجي بعد فترة تفتح قد جمع لك وانت بالفترة التي مغلق فيه به، نفس ما قلنا في بداية الفيديو. نستمر في ترقية الكروت، نرقي الكرت الأول والثاني والثالث إلى ما ننتهي. فضروري نرقي هذه الكروت علشان ايش يكون سرعة التجميع، يكون التجميع في هذا البوت سريع. عندما نرقي الكروت التجميع يكون سريع. والخطوط الثلاثة اللي في الواجهة الأولى هذه يا شباب تملى سريع، كل ما جمعت كل ما اشتريت كروت كل ما مليها سريع. نستمر معكم في ترقية الكروت ثم نذهب إلى الخطوة الثانية. طبعا يا شباب معنا خانتين اللي هي خانتين الكروت. هنا معنا بالسطر هذا 4 خانات. معنا خانة اللي هي خانة الهمسترات، الخانة الثانية ديفلوبمنت هذه هي يا شباب كروت، الخانة الثالثة ماركتينج هي كروت، هذه التي ترقيها بالخانة الثانية والخانة الثالثة. الخانة الرابعة هذه أنا مش عارف إيش هي، بس أعتقد إنه إيش يقول لك كامينج سون يعني تدخل اللعبة أو كذا. يا شباب معنا بالخانة الثالثة معنا هنا 3 خانات مسجل عليها فلوستوب يعني علامة استفهام. علامة الاستفهام هذه ليش؟ هذه يقول لك إيش ضروري إنك إيش تشتري 3 كروت. تمام، هذه هم منزلوها بالموقع حقهم 3 كروت، تختار تشتريهم يطلع لك هنا 3 كروت بعدين تربح مبلغ. نستمر في ترقية الكروت ليزيد معنا العائد وكذلك لنحصل على الكوبون. ننتقل من الأوفيس إلى الشوب. إيش معنى الشوب؟ يعني معناته السوق، يعني من هنا تشتري إيش منشطات للبوت ليزيد السرعة التجميع وليزيد الساعات، من هنا تشتري. لكن تشتري عن طريق الجولد الذهب. كيف تجمع الذهب هذا؟ طبعا أنا ما لعبش بالبوت هذا بكثرة، وإن شاء الله بنزل لكم كيف تجمع الذهب وحاجات التي هي مش مفهومة. كان شرحنا اليوم على كيف تدخل بوت، الحاجات الأساسية للبوت. نعود لواجهة البرنامج، واجهة التطبيق أو واجهة البوت. هذه هي واجهة البوت. الآن معنا يا شباب، نضغط فوق الصورة اللي هي صورة الدب هذاك الصغير اللي مسجل في الركن الزاوية. نضغط فوقه بيطلع معنا هذه الواجهات اللي هي إيش كيف كم معك يعني كم مستواك ليفلك، ونشتي مثلا نغير هذا الدب اللي عند النقد، من هنا نغيره. قمنا بتغيير هذا الدب الهامستر، قمنا بتغييره الذي في واجهة البرنامج. نعود للواجهة نشوف هل تغير. طبعا الآن تغير معنا. نشوف نقوم بسحب الأرباح التي قد تجمعت ونحن جالسين نشتري وكذا. خلاص نعمل كلام ثم تيك. الآن نرجع للمهام. المهام ايش هي؟ اللي هي كما تعودنا اسمها ايرين. داخل بوت هامستر اسمه ايرين. نضغط على ايرين. لما نضغط ايرين
بيطلع معنا هذه المهام. معنا هنا الآن 2 فيديوهات، ومعنا يعني موقع اكس ورسالات نعيش. أهم شيء تعمل هذه المهام علشان ايش؟ يزيد معك العملات، وعلشان تروح تشتري في بكروت، وكذلك يعني حلو لما تنجز مهام. كل ما انجزت مهام كل ما كانت فرصتك بالربح أكبر. بعدين ندوس على المفتاح. المفتاح هذا شو؟ اللي هي كنا بالموسم الأول نسميها شفرة مارس. هذه الشفرة تقوم مثلا بضغط. أول حاجة مثلا إذا كانت الشفرة مثلا أقول لك أنا تعمل ضغطة ضغطتين شرطة، إذا طلع معك الحرف يعني خلاص أنت وصلت للحرف الأول. هذه الشفرة كنا إحنا بالموسم الأول ننزلها بالقناة، وإن شاء الله الآن بننزلها بالقناة. إلى هنا يا شباب نكون يعني قد شرحنا شرح مفصل عن هذا البوت، عن هذه اللعبة الأولى الموجودة في البوت. وفي الأخير لا يسعنا أن نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر إن شاء الله.